مولاي وسيدي، ليس لي من بعد جاهك مشتكى، ولا ملاذا يسمع من دعا أو يرحم من بكى. فإلى من أفر إن لم تحمني، وبمن أستغيث إن لم تغثني، ومن أدعوه إن لم تجبني، ومن أتضرع إليه إن لم ترحمني، ومن أتملق بين يديه إن لم تقبلني، وباب من أقرع إن تكلني، ومن أتمنع به إن لم تكن لي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل فيديو خفيف كده مع بعض ان شاء الله. يعني انا تعبانه شويه ورجلي فيها شكه من عند كف الرجل، يعني حاجه غريبه جدا حصل لي من يومين، لا عارفه اقف ولا عارفه اعمل حاجه خالص. فقلت هعمل معاكم فيديو خفيف كده، ومطلوب كمان من اختي حبيبتي نعومه، فاللي هي كيكه البرتقال الواحده، فقلت هعمله معاكم ان شاء الله. فيديو جميل وخفيف وكيكه خطيره انا مرضتش اعملها واقول لكم عليها غير لما جربتها الاول لنفسي، وعشان اعرف اذا كانت لو حطيت البرتقانه كامله هل الكيكه هتبقى مرره او هتبقى حلوه. فلقيتها من اجمل واخطر الكيكات اللي عملتها في حياتي. فان شاء الله دلوقتي هنشوف الطريقه بقى بالتفصيل اللي يعني بالظبط كده، والمقادير المظبوطه قوي ان شاء الله، وهنعملها مع بعض احلى كيكه في الدنيا وهتدعوا لي ان شاء الله. يلا بينا كده بقى واحده واحده. طبعا احنا في الكيكه العاديه بنحط البيض مع السكر الاول ونضربه ولحد ما ياخد الشكل الكريمي ومش عارفه ايه. دي مختلفه خالص، دي بنحط كله على بعضه. بس يلا واحده واحده الاول نشوف مقاديرها. دي كوبايه سمنه على زيت اهي، دي سمنه على زيت. طبعا الزيت نظيف، من ما فيش فيه ميبقاش فيه اللي هو من غير ريحه، يعني يبقى الزيت كويس ونضيف، اي نوع زيت المهم ما يكونش ليه ريحه. دي كوبايه سكر اهي، بس كوبايه السكر معرمه شويه، طبعا على حسب انت بتحبي سكرها ايه، دي حاجه ترجع لك برده، لو بتحبي سكرها خفيف براحتك. دي كوبايه عصير برتقال، طبعا مخليه من البذر من اي حاجه اهي، باللحم بتاعها مفيش مشكله، اهم حاجه ما يكونش فيها بذر لان البذر هو اللي بيمرر اي حاجه معانا. كده قلنا سمنه على زيت كوبايه، طبعا كله حجم واحد، سمنه على زيت سكر عصير برتقال. هنا دي معلقه واحده عصير ليمون اهي، عصره ليمونه معلقه واحده، دي خطيره، دي استحاله تشمي اي زفاره في الكيك. ودي معلقه خل او معلقتين خل على حسب برضو ما انت عايزه. الخل محسن طبيعي لاي معجنات، خطير، يديها هشاشه وبياض كده في الكيك وتحفه، وفي نفس الوقت برضو ما يخليش ابدا ريحه زفاره. هنا البيض بتاعنا 3، ما شاء الله لا قوه الا بالله، الحمد لله رب العالمين. هنا البيض بتاعنا 3، وال3 حلوين كده يعني كبار، ما يبقوش يعني ما يبقوش صغننين كده، لو صغننين خليها 4. وخلوه من البيض الابيض ده لان البيض الابيض بيبقى البياض بتاعه غالب، واحنا محتاجين البياض اكتر لان البياض هو اللي بيدي ارتفاع وهشاشه للكيك. دي برتقانه كامله اهي، برتقانه كامله، تشيلي الوش بتاعها من هنا وتشيلي اللي هو الوش بتاعها من الناحيه الثانيه، يعني تشيلي من الوش من فوق من ناحيه الشجره، وتشيلي البرتقانيه من تحت من ناحيه يعني من تحت كده بتشيليها، اللي هي النغزه بتاعتها من تحت كده اهي. دي برتقانيه كامله وسط، لا هي كبيره ولا هي صغيره، دي برتقانيه وسط اهي. وهي حبذا بقى واحلى واحلى عشان ميبقاش فيها بذر لو كانت بسره، تمام. دي اللي انهبدت دي النشا بتاعنا، دي معلقه واحده نشا اهي، دي معلقه واحده نشا. النشا جماله بيدي ذوبان، بيخلي الكيكه دايبه، وفي نفس الوقت لما بترتفع ما تنزلش معاكي تاني. النشا حلو جدا جدا في المعجنات برضو، خلي بالكم. طبعا ده كيك شيف بتاعنا، الكيك شيف مش هنحط الكيس كله، الكيك شيف هنحط منه معلقه كبيره، يعني هناخد من الكيس معلقه كبيره، يفيد زي ما يفيد بقى، يفيد ربعه يفيد تلته، ملناش فيه، المهم ان احنا محتاجين معلقه كبيره بس، لان لو انا هعمل صينيه كبيره كنت اخدت الكيس كله، لكن انا هعمل اللي هو القالب الوسط اللي احنا متعودين نعمله مع بعض، فهاخد معلقه كبيره من من الكيك شيف او بيكنج باودر برضو على حسب ما عندك. دي كوبايتين 2 دقيق، 2 كوبايه دقيق اللي هي زي دي بالظبط، 2 كوبايه دقيق. وانتي بتحطي الدقيق دايما خلي معلقتين في الاخر، ممكن ما تحتاجيهمش،
ليه ممكن ما نحتاجهمش، او ممكن نحتاج كمان معلقه؟ بيبقى واحد على حسب الدقيق، يعني ممكن يبقى الدقيق بتاعك ما بيتشربش قوي فما تحتاجيش تحطي كله، او على حسب البيض اللي انت حاطاه. يعني لو البيض اللي انت حاطاه كبير ومليان ممكن تحطي كوبايتين كاملين، ممكن تحتاجي كمان معلقه. لو البيض اللي انت حاطاه صغير شويه ممكن ما تحتاجيش الكوبايتين، تحطي تشيلي منهم معلقه او معلقتين. فدايما خليكي في الامان، وخلي دايما معلقه دقيق او معلقتين في الاخر. احتجتيهم حطيتيهم، ما احتجتهمش ما تحطهمش، بس كده عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه وانت المتحكمه. دي ذره ملح اهي، دي ذره ملح اهي، حاجه ما بين صوابعك كده لا تذكر، بس الملح سنه. هنبدا زي ما قلنا ان دي مش الكيكه العاديه اللي احنا بنحط السكر مع البيض ونديها لحد ما تاخد الشكل الكريمي، لا دي هنحطه كله مع بعضه. يلا بسم الله نبدا. ادي يا حبايبي السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله، يا رب احسن ما بين ايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. وادي يا حبايبي السمن، سمنه على زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي كمان البرتقان اهو، كوبايه برتقان بلحمها ماشي، اهم حاجه ما يكونش فيها البذر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم بارك يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه الليمون اهي، خلي بالكم برده ما يكونش فيها اي بذر اهي، ما شاء الله، بسم الله. معلقه الخل، بسم الله بسم الله. البيض بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب العالمين. هنا خلي الحاجات الجافه مع بعضها. وادي البرتقانه بتاعتنا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه كده، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربها لحد ما تاخد بقى كلها بعضها كده الشكل الكريمي عشان القشر يدوب خالص. اهي هنحط هنا دي معلقه النشا اهي. تعالوا هنا الكيس بتاع البيكنج باودر او الكيك شيك بتاعنا، هناخد منه معلقه كبيره اهي، تمام. خد حبه صغيرين يعني ايه مش مشكله، بس احنا مش هناخدهم بقى. هنا هنبدا نحط جزء من الدقيق لحد ما الخلاط يفضل يلف معاكي، يعني افضلي حطي دقيق لحد ما تحسي ان الخلاط مش تقيل، تمام. اول ما تحسي ان الخلاط تقل معاكي خلاص ما تحطيش دقيق تاني. لو فاي دقيق كمليه بقى في الايه، في الطبق اللي انت هتكملي فيه الكيك بتاعك. بيلف معايا وبعد ما بيخلص بيبقبق، يعني لسه في نفس ان هو يلف. بس كده هقلبه بقى في الطبق بتاعه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا القوام بتاعها، شايفين بقى الحاجات اللي هي بتاعت القشر، بصوا ناعمه ازاي، بصوا ناعمه ازاي، بتبقى جنان في قطع الكيك، جنان. خلاص انا ادمنت الكيكه دي يا جماعه، والله تحفه تجنن ما شاء الله، بالف هنا وشفا. بعد اذنك ما تسيبيش في مقاديرك اللي في شفشق الخلاط فتفوته، لان برضو كل ده لو شفشق الخلاط فيه معلقه من المقادير دي هيأثر على الدقيق. فانت حاولي على قد ما تقدري تصفي شفشق الخلاط كويس بالسباتشولا كده وتنزلي كل المقادير اللي فيه، تمام. هنا بقى هناخد بقيه مقدار الدقيق زي ما اتفقنا، مش هناخده كله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. في اكتر من معلقتين اهو.
جاهز للظروف. كده احنا احتاجنا بقيه المقدار كله بتاع الدقيق اهو. هنا حطينا معلقه كمان زياده فوق المقدار اللي احنا عاملينه اللي هو الكوبايتين، كده كوبايتين ومعلقه. هنجيب الصينيه بتاعتنا اهي فيها مسحه زيت. القالب اللي انت هتحطي فيه قالب مفتوح بقى قالب مقفول، اللي عندك واللي جاهز والمناسب للكميه. بعد ما خلصنا كده هنعمل ايه؟ هنروح جايبين معلقه دقيق اهي، هتروحي مغلفه بيها الحاجه بتاعها. بصوا بصوا يعني هي بقى دي الحبه الاخيره دي اهو لا تذكر يعني. بصوا الصينيه بتاعتنا اتغلفت اهي تمام اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايه نقرب الكاميرا عشان نشوف الجمال ونشوف القوام بتاع الكيك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ما شاء الله عليه، الله اكبر الله اكبر. الكيكه العاديه وهي بتنزل بتحس ان هي كريمي، لكن الكيكه دي بتبقى مقطعه شويه، ما تخافيش هتطلع معاكي احلى كيكه في الدنيا. انا قبل ما اعملها قلت لازم اجربها الاول في يعني لنفسي، عشان لو مش حلوه او ممرره او طعمها او وكده وفيها غلطه هقول لكم لا. كنت هعملها معاكم برضو بس هنبهكم يعني واقول لكم ان هي ما تعملوهاش، بس بصراحه اتهوسنا بيها الصراحه. طبعا انا مسخنه الفرن. اول ما بدات ان انا ابدا في الكيك ان انا اعملها قبل ما اشتغل فيها خالص، وانا لسه بقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم كنت مشغله الفرن بتاعي. عايزه كيكه ناجحه، عايزه اي معجنات معاكي ناجحه، اي حاجه بتخش الفرن تطلع معاكي زي الفل ومية مية. طبعا بعد ما اديلك وبعد كل حاجه انت بتعمليها مظبوطه، الفرن يكون سخن. فرن سخن هتطلع معاكي الحاجه هايله. شايفين الجمال؟ الله اكبر. شايفين النعومه بتاعت القشر بتاع البرتقال شو ظاهره ازاي ولونها جميل ومنغمش ازاي تحفه ما شاء الله. يلا بقى نحطها في الفرن بتاعنا السخن اللي شغال بقاله ربع ساعه على 180. هنحطها، انا فرني هي بتقعد فيه 40 دقيقه بالظبط. الله اعلم بقى ايه، طبعا كل واحد فرنه على حسب حرارته. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا دخلناها الفرن حبايبي 40 دقيقة بالظبط، وهنرجع تاني ونشوف ان شاء الله بإذن الله وبتوفيقه احلى كيك في الدنيا. يلا. الكيكة بتاعتنا يا جماعة جبارة، الله اكبر ما شاء الله لا قوة الا بالله عليها. ريحتها قلب الدنيا، يعني انا في الدور الخامس اللي داخل عند العماره من الشارع شامم الريحه الرهيبه دي. يلا بقى نقلبها ونشوف جمالها ونشوف قوامها ونشوف الطراوه بتاعتها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا نقلب هنا بسم الله. الله اكبر قد ايه عاليه. الله 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 الله. بصوا شوفوا الجمال.
بصوا الجمال والحلاوه دي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين؟ شايفين الجمال ده؟ ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف الجمال ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي لسه سخنه جدا، يعني هي لسه سخنه جدا. بصوا بصوا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شايفين المنظر ده؟ سبونج تحفه تحفه تحفه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا رب بألف هنا وشفا، ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. بسم الله، الله اكبر الله اكبر. بصوا الجمال، بصوا الجمال يا حبايبي، بصوا الجمال. بصوا، شايفين الكيكه عامله ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا الكيك، بصوا الكيك عامل ازاي، بصوا الكيك، بصوا شوفوا عامل ازاي. الله اكبر الله اكبر على الجمال وعلى الطراوه وعلى الطعامه وعلى الريحه، كل حاجه كل حاجه الله اكبر عليه. تحفه تجنن، حتى لونها الجميل الذهبي الصافي البسيط ده يجنن. الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دي ايه سبت خالص ازاي. تحفه بالهنا. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. سكر مظبوط، قوام مظبوط، سبونج تحفه تجنن. صدقوني رهيبه رهيبه ملهاش حل. مراره مفيش، يعني انسوا ان في يعني ريحه مراره مش موجوده. ريحه بقى وطعم جبارين جبارين جبارين، ملهاش حل. بألف هنا وشفا، وربنا يصلح ما بين ايديكم يا رب يا حبايبي، وتعملوها احلى من دي، وتدعوا لي دعوه حلوه باحلى لايك لام عمر، باحلى كلمه حلوه ان شاء الله في الفيديو لما يعجبكم باذن الله. اخد دي كمان كده اكله. تحفه. شايفين الجمال، شايفين الطعامه، شايفين القوام والحلاوه. اهي احلى كيكه في العالم اهو يا حبايب قلبي. احنا كده خلصنا، ويا رب يا رب تعجبكم وتطلع احلى مني مليون مره. واقول لكم في النهايه استودعكم الله. بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا يا حبيبنا يا محمد، صلاة تفرج بها الهم ويزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. اللهم آمين يا رب العالمين. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة حبايبي.